زي ما قريت في العنوان بالظبط، النهارده هعرفك النادي الاهلي ازاي يتحول من فريق مش عارف يطلع كوره من تحت ولا يلعب ومغلوب 3-0 المباراه اللي فاتت قدام بيراميدز لفريق بيطلع نار من بقه بيكسب 3-0 النادي الزمالك مع الرأفة. ناس كتير كانت بتتكلم وتقول لك النادي الاهلي اللي عمله ده حاجه كبيره. لا، النادي الاهلي اللي عمله ده عادي جدا، ده اللي حاصل دايما، لان انت عندك 3 مباريات لعبناهم مع الزمالك السنه دي في السوبر، والدور الاول وده الدور الثاني احنا كاسبين ال3 مباريات، وده حاجه مش جديده على النادي الاهلي. بس المره دي غير. ليه غير بقى؟ لان كل الناس نازله المباراه دي ومتاكدين ان نادي الزمالك هيكسب ويكسب سكور كمان، لان انت ادائك الفتره اللي فاتت والمباراه اللي قبلها كان يوحي ان انت مش هتعرف تلعب المباراه دي خالص. لعيبه سيئه، مش عارفين يحضروا كوره، مفيش روح، مفيش تكتيك، مفيش مدرب اصلا معاك. كل ده بقى حطه في كوم وحطه في سله، وتعال شوف النادي الاهلي قدام الزمالك اتحول وبقى عامل ازاي. اللي حصل بكل بساطه ان المفروض ان يستروب فهم وعرف الاهلي عامل ازاي. انت عندك السنه دي فريق ما بيعرفش يحضر كوره من تحت خالص ولا بيعرف يمسك كوره كتير. طب قال لك انا هعمل ايه في المباراه دي؟ انا هسيب الاستحواذ وهسيب الكوره لنادي الزمالك وهلعب على المرتدات. طب مين اللي هيعرف يعمل معايا الخطه دي؟ بدا بقى يحط تشكيله تعرف تلعب معاه الفكر ده. فبدا بمين؟ المباراه اللي فاتت او الحلقه اللي فاتت انا اتكلمت ان لازم يبدا بشوبير. انا قلت مش عشان لاعب غلط غلطه وبالذات في حراسه المرمى اطلعه وانزل غيره، فانا كده بكسره خالص. ففعليا هو بدا بشوبير وده الاصح، وانت شفت شوبير عمل ايه. بدا باتنين جناحين اقسم بالله. يعني انا ما مش متخيل اللي هم بيعملوه ده ايه. انا مش عارف الناس دي ازاي بتجيبها من على الدكه تنزل تعمل كده. عندك كوكا ورمضان بيكا. كوكا، يعني كوكا غير تشكيل الزمالك. انت متخيل ان مدرب الزمالك بينقل بزيره من ناحيه كوكا ينقله الناحيه الثانيه عشان مش عايز كوكا يعمل مع نفس اللي عمله المباراه اللي فاتت؟ فقابله مين؟ قابله بيكهام، برضه قطع عليه 100 ونور. الشوط الاول كله بزيره مش عارف يتحرك. راح المدرب معتمد جمال راح شايله، كابتن معتمد طبعا، شاله ورجعه تاني مكانه. كوكا برضه حط عليه ولعب باتنين مساكين في نص الملعب، هادي رياض وياسين مرعي اللي عملوا الواجب اللي عليهم وزياده. لعب قدامهم بمين بقى؟ لعب بطاهر وامام، وفي النص مروان اللي هو المفروض كان ياخد رجل المباراه مع بن شرقي. صراحه عمل الواجب اللي عليه وزياده، ولعب ب3 قدامهم اللي انا ما كنتش متوقع كده. انا بالنسبه لي ما جاتش في دماغي خالص. انا كنت عايز يلعب بن شرقي ناحيه الشمال ويلعب تريزيجيه راس حربه ويلعب الشحات جناح. راح هو عكس بقى، خلى تريزيجيه مكانه ولعب بن شرقي راس حربه او مهاجم وهمي. بصراحه تشكيله مش كل الناس توقعتها. 90% من الناس ما توقعتش التشكيله دي، والتشكيله دي قدرت تعمل اللي عايزه يستروب بالظبط. ده لو كان هو اصلا اللي حاطط الخطه انا مش واثق في الكلام ده بصراحه. طب انت كنادي الاهلي السنه دي انت ما تعرفش تحضر، ما تعرفش تحضر كوره، وده حاولت تعمله قدام بيراميدز كانت بتعمل عليك كور كتير جدا واتغلبنا بسببها. فتحت خطوطك وما كنتش عارف تحضر كوره وبتتقطع منك كنت عامل عليك مرتدات. النهارده قال لك لا، او امبارح قال لك لا، انا هسيب الاستحواذ وهسيب الكوره لنادي الزمالك وهلعب انا على المرتدات. وكان بيعتمد في الكلام ده على تريزيجيه وياسين، تريزيجيه وطاهر والشحات. هل نفذوا ده بالحذافير؟ بالظبط. الشحات كان دايما معاه مان تو مان، لاعب من الزمالك كان بينزل يطرف بيه يفتح لعب في نص الملعب، كان بينزل بن شرقي يستلم ويطلع امام وبيطلع مروان عطيه. فكان دايما فاتح مساحات، بيستلم يلعب الطريه في نص الملعب ويلعب من نص الملعب، ما كانش بيلعب تحت. في حاله الارتداد بقى كان طاهر بينزل يزيد مع المدافعين، كان بيبقى 5-2-3 او 5-3-2. فانت عندك اللعيبه عملت تغييرات. انا متاكد ان ده مش فكر المدرب بتاعنا، ده مش فكر البطيخه بتاعتنا، ده مش مدرب. انا متاكد ده في حد قاعد مع اللعيبه حفزها، في لاعب، في حد قاعد مع اللعيبه يعني بص لقنها اللي هتعمل ايه. لكن مش ده. انا متاكد ان ده مش فكر المدرب بتاعنا، لكن اللعيبه عملت اللي عليها وزياده. تعال شوف بقى ليه الزمالك اتغلب. تعال اتكلم على الهدف الاول. الهدف الاول كره للزمالك اتقطعت راحت لتريزيجيه. تريزيجيه ماشي بالكره 3 ضاغطين عليه، خلاص في خوف بقى وفي هلع وفي نادي الزمالك مش عارفين يعملوا ايه، في 3 ضاغطين عليه. رجع لامام استلم تاني في نص في قلب منطقه الجزاء، برضه ضغط عليه اكتر من لاعب، تسديده اتصدت رجعت من لاعب الزمالك راح مطلعها ناحيه اليمين لطاهر.
طاهر بقى وقف وريح وعرض، خلاص ما انا شايف زحمه وفي لاعب او اتنين من النادي الاهلي، خلاص خد كوره في ناس مكان طاهر كان ممكن تشوط، كان اي حد مكان طاهر كان ممكن ياخد الفرصه او ياخد القرار ويشوط، لكن طاهر قال لك لا، ثبت الكوره، حضر، ارفع، طلع بن شرقي اللي انت حاطه راس حربه وهو حس ان المكان ده بتاعي، مبسوط بالمكان، تحس ان هو طلع كل طاقته، هدف. الهدف التاني نفس الكلام، ضغط من بدري، غلط المدافعين، بن شرقي مش بأنانية مديها للشحات، الشحات بكل أريحية بكل قلب بكل برود حطها لب من فوق. ايه ده؟ الحطة دي ما يحطهاش غير لاعب مرتاح نفسيا، لاعب كده مبسوط، مش لاعب مضغوط. الهدف الثاني في الدقيقة 30 فتح الماتش، خلاص طلع نادي الزمالك من المباراة تماما، واللي طلع نادي الزمالك من المباراة أكتر ضربة الجزاء اللي صدها شوبير. بعد ما تصدت ضربة الجزاء خلاص آمال وطموحات نادي الزمالك في الأرض. كابتن معتمد جمال كان مودي بزيرة ناحية بيكهام، اللي النهارده بيكهام أقل ما يقال عنه لاعب أوروبي، بيكهام بجد. يعني من كتر المزاج يا جدعان، من كتر المزاج والروقان، بيكهام كان بياخد الكرة من وسط 2 3 سبعات في تمانيات ويعدي. من كتر الروقان والمزاج غلط في كرة، غلط ما مش هقول لك لا، ما هو مش ملاك نازل من السما، بس كان بيلعب بروقان. بعد ما حط على بزيرة، كابتن معتمد نقل بزيرة الناحية التانية، كوكا راح حاطط عليه. دي اللعيبة اللي كانت عايزة تكسب. جه الهدف الثالث نفس الكلام، كرة للزمالك اتقطعت مرتدة، جت لمين؟ لعمهم بن شرقي بص، تحس ان هي مشيت معاه، هو حاططها حلو، بس هي رايحه من بين رجلين المدافع وراحت الناحيه الثانيه ورا جنب الحارس. مش يومك يا مهدي، مش يومك. هي عايزه بن شرقي. جرى على الجماهير واعتذر للناس على الاداء السيء اللي فات. فانت لو مركز في المباراه تعرف ان اللي سلم المباراه للنادي الاهلي بالطريقه دي هم الزملكاويه نفسهم. الخوف والرهبه وعدم التركيز والتشتيت اللي كانوا فيه هو اللي خلى النادي الاهلي يوصل للمرحله دي. وفي نفس الوقت النادي الاهلي نازل مركز، لعيبه النادي الاهلي كان نازله مركزه جدا ومشحونه من جوه، في حد شاحنها طاقه ايجابيه، واللي قعد مع الناس كلها وكلمها. فديك شفت المنظر عامل ازاي، لعيبه النادي الاهلي مركزه، عارفه هتعمل ايه بالظبط، بتعتمد على اخطاء نادي الزمالك اللي فعلا كان بيديك كل اخطاء، وكل اخطائه كانت في نص ملعبه، فكان دايما بيستغلها النادي الاهلي ويروح. عندك طرفين، طاهر وقدامه الشحات، بسم الله ما شاء الله، النهارده مباراه ولا اروع من كل. تريزيجيه ما كانش موفق النهارده، بس تريزيجيه برضه. بن شرقي عريس الليله، بن شرقي النهارده اللي كان رايق، كانت ماشيه مع جد. بن شرقي لو عمل كده كانت هتيجي جون، متعرفش ازاي. انت مطلوب منك تفوز المباراتين الجايين، مالكش دعوه بنتائج الاخرين. الزمالك فاز مباراه وتعادل مباراه، فاز مباراه وغلب مباراه، بيراميدز ان شاء الله باذن الله ربنا يسهله في المباريات الجايه. فانت العب على مباراتك انت ومالكش دعوه بنتائج الاخرين. ربنا بيدي المجتهد، فانت اجتهد، كلاعيبه اجتهدوا، كاداره اجتهدوا مع اللعيبه دي وضغطوها شويه تاني، يدوسوا المباراتين دول بس السنه دي، نطلع بالست نقط وماليش دعوه بباقي النتائج. انا مش هاممني هاخد الدوري ولا لا، المهم انا عايز اشوف رجاله بتلعب. المباراه خلصت، وبعد المباراه ما خلصت انا مستني الزملكاويه يجوا يحفلوا. طب والله العظيم قسما بالله عارف الزملكاويه اصلا مش هيستناك لما تروح تحفل عليه، عارف ان هو هيجي لك يقول لك انا عارف ان انت غلبتني 3 بس انت واخدها من بيراميدز. طب يا حبيبي انا واخدها من بيراميدز عشان اسلمها لك، انا هاخد 3 من بيراميدز عشان اسلمها لك. انت مالكش دعوه انا عملت ايه مع بيراميدز، انا ليا دعوه معاك انت. انا في اسوأ حالاتي انا غلبك 3 مباريات في الموسم ده، انا مواجه الزمالك 3 مباريات الموسم ده، انت عايز ايه تاني؟ يقول لك بزيرة احسن لاعب في الزمالك، بزيرة احسن لاعب في الزمالك، فين بزيرة دلوقتي؟ طب بزيرة انا منزله بيكهام اللي ما بيلعبش بقاله 20 سنه، كوكا اللي ما بيلعبش بقاله 30 سنه، الاثنين اول مباراه ليهم، او كوكا تاني مباراه ليه، بيكهام اول مباراه ليه، كالوا بزيرة. هم لو اللعيبه ديت اللي رجلها في الملعب، هم لو اللعيبه الاساسيه اللي بتلعب،
كان عملوا ايه؟ انت مقتنع؟ ناس كانت بتقول لك مستحيل الزمالك يكسب، الاهلي يكسب النادي الزمالك بالاداء ده، مستحيل الاهلي يكسب. بعد ما كسبنا قال لك مستحيل ياخد انت بتخط مراحل. يعني انت عديت مستحيل يكسب، بعد ما كسبنا قال لك مستحيل ياخد الدوري. طب ان شاء الله باذن الله ناخد الدوري، هتقول ايه؟ مستحيل يروح افريقيا؟ يا جدع خلي فيه، خلاص اتكلموا بالورقه والقلم. مباريات القمه ملهاش حسابات، والنادي الاهلي دايما كعبه عالي عن نادي الزمالك في المباريات القمه تاريخيا. مع اللي هتجيب له ورقه وقلم انا هقول لك السنه دي كسبك 3 مباريات، مواجهك 3 مرات، عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. انا كسبتك الثلاثه باضعف فريق عندي. ايوه اضعف فريق، اضعف لعيبه. هتقول لي طب اللعيبه دي واخده مليارات واخده تعبانات واخده، ما بيلعبوش ولا إيه؟ انت مش نادي الزمالك المتصدر؟ لا يا راجل، عندك احسن لعيبه في العالم، عندك احسن مدافعين، عندك احسن حارس، عندك بيزيرا اللي بيطير ويرابصوا. فين الكلام ده؟ فين اللعيبه دي؟ اول ما نزلت قدام الاهلي اتشديت. اول ما نزلت قدام الاهلي ما ركبك بتخبط على بعضيها، وده اللي ظهر في الملعب. ما كانش فيه خطه باينه. اللي كنت عايز تلعب عليه ما عرفتش تعمله. هارد لك لنادي الزمالك المره الجايه، السنه الجايه ان شاء الله بحضر كده، وقبل ما تلعبني باخد كورسات كده ازاي ما تخافش من النادي الاهلي، لان كل مره هقابلك برضه هسكك. انا لو هلعبك بالناشئين هكسبك. كعبي عالي عليك طول السنين. تكسبني مباراه بكسبك 5 6 وراه، تكسبني مباراتين بكسبك 20 مباراه وراه. اهو موسم انت في رقم واحد في الدوري، انا سكك 3 مباريات بالميت بضعف لعيب. فانت ايه؟ فين الزملكاويه في الموضوع؟ فين؟ انا عايز واحد زملكاوي يطلع يقول احنا، الناس تقول لك احنا ما جيناش مين اللي ما جيتش؟ ده الاهلي اللي ما جاش من امريكا. من بعد اخر مباراه النادي الاهلي في امريكا في كاس العالم الاهلي ما جاش، نايمين هناك. حد يقول لي في مباراه الاهلي لعبها عدل من بعد امريكا، من بعد كاس العالم؟ في مباراه الاهلي لعبها عدل من بعد كاس العالم؟ مفيش. ما بعملش حاجه ان انا بحط عليك كزملكاوي. كل الزملكاويه اللي بيجوا قدامي بحط عليهم. في كره الصالات بحط عليك، في كره القدم بحط عليك. عايز ايه تاني؟ عايز ايه عشان تقتنع؟ انا كعبي عالي عليك. نكسب بقى الدوري ما نكسب انا مش فارق معايا، انا فارق معايا المباراه دي بس. انا نكدت عليك، مش عايز حاجه تانية. انت كده حتى لو خدت الدوري تعرف تحتفل؟ انسى خلاص. بس كده، ده اللي حصل في المباراه من وجهه نظري، ده اللي انا شفته، ده اللي انا شفته واتكلمت فيه. ان شاء الله باذن الله المباراه الجايه مباراه انبي النادي الاهلي يعمل سكور عشان يريح نفسه. حتى لو يعني ان شاء الله باذن الله لو حصل في الامور امور وقدرنا نتعادل مع فريق معين في نهايه الجدول، وفي حاجه فرقت معاك في الاهداف اللي هو 1 2 3، يبقى انت مأمن نفسك ان شاء الله. وقدام انبي نعرف نعمل ده، يعني باذن الله نعرف نعمل ده. لو وصلت لحد هنا فانا بشكرك. طبعا انا بصور من غير خلفيه لان انا لسه ما حطيتش اي ديكورات، هي دي الخلفيه اللي اشتغل عليها بس لسه ما حطيتش فيها ديكورات. فما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك عشان تشوف كل جديد ان شاء الله، وتطور القناه مع بعض واحده واحده. السلام عليكم.